السلام عليكم. شايف حضرتك التست ده؟ ايه رايك في التست ده وجماله؟ ايه رايك؟ انا هوري لكم كاميرا المايكرو عشان تشوفوا التست عامل ازاي. هل تعلم اللي بيتفرج على الفيديو ده ان التست ده اللي طالع من المكنه دي فيه ما يقلش عن 4 دفوات؟ هل تعلم المكنه دي فيها ما يقلش عن 4 دفوات احنا بنغير عشانهم قطع غيار في المكنه دي واحنا بنجهز المكنه؟ تعال اقول لك بقى الدفوات طالعه ازاي بقى. بص يا سيدي الفاضل، ده الازرق سوليد، ده الازرق سوليد اهو. تمام. لو ركزت شويه هتلاقي في خط عالي في الازرق هنا اهو، خطين تستو من بعيد يبان شكله جميل جدا. لو ركزت هتشوف الخطين دول. ده درام ازرق، احنا غير درام الازرق عشان خاطر العيب ده. طب ماشي، تعالى تاني. ده الاسود، ده تانك الاسود على ورقه كبيره بيطلع معاك مشبه بالمنظر ده. طب انا هعمل ايه؟ هغير تانك الاسود في المكنه، مع ان الكلام ده مش ظاهر معايا هنا اهو. التست دي والله من نفس المكنه يا جماعه، قدامك اهو. الاسود كويس اهو، لكن احنا هنا تستات كده او في تستات معينه بتطلع معاك المشاكل. يعني المنظر ده كده مش هينفع معانا اطلع مكنه بالمنظر ده، كان كده لازم يتغير. طب في حاجه تانية، ايه هي بقى؟ بس الحاجه التانية دي بتبان معايا في ايه؟ في الاغلفه، في الارضيات. يعني انا بعد كده بقوم مسحب على المكنه الارضيات عشان اشوف بقى بقيه المشاكل. دي صوره طالعه من المكنه اهي، ايه رايكم في الجمال؟ جميل هي ما شاء الله. تمام كده. انا ركزت شويه هنا هنلاقي في ارضيه في الصوره، مش عارف باينه معاك ولا لا. في ارضيه، الارضيه دي درام اللون الاحمر اهي. وده بص ده خط الازرق اهو، الازرق اهو اللي انا لسه قايل لكم عليه. يبان معايا فين؟ في الورقه الكوشيه 300 جرام التقيله في وسط الشغل اهو، يبان اهو. يعني هل تعلم ان التست ده انا هغير عشانه في المكنه دي 3 قطع او 4 قطع، بخلاف لسه لو في مشاكل تانية. بس انا عايز اقول لك انا عامل الفيديو ده ليه؟ عشان اوريكم. يعني انا اهو، انا فاكر اهو بغير الدرامات ورات الشحن. بصوا ما شاء الله رات الشحن اللي طالعه مع المكنه عامله ازاي اهي. رات الشحن كلارات، الشفرات ما شاء الله جديده اهي زي ما انت شايف بالشمع. انا بغير فاكر الكلمه عشان اغير الحاجه اهو. نفس الكلام كده برده المكتوب ده برده قدامكم اهو برده. انا عامل الفيديو ده عشان اقول لكم حاجه واحده بس، التجهيز بيفرق من مكان للتاني، المصاريف بتفرق. طب هي الحاجات دي كانت هتعمل مشكله؟ كانت هتعمل معاك مشكله، هتعمل لك مشكله فيما بعد. انت شغال ودايس على المكنه، يبتدي الحاجه الصغيره دي تبان معاك تبقى كبيره مع ضغط الشغل ومع الاوردر الكبير. مع ما تدوس على المكنه شويه بتبتدي يبان معاك. التجهيز بيفرق يا جماعه، التجهيز بيفرق يا جماعه. وكل واحد لما بيحط سعر او كل شركه تحط سعر، ده بيكسب وده بيكسب، بس كل واحد عارف بيكسب صح ازاي وبيحط رقم المناسب ليه بناء على هو بيعمل ايه في المكنه وبيصرف ايه في المكنه. انا فاتح بطن المكنه وانا بكلمكم اهو. بس انا يعني انا جت في بالي كده اعمل لكم الفيديو ده للتوضيح مش اكتر. يعني التوضيح مش اكتر. انا شفت التست اللي كان طالع في الاول عامل ازاي. التست ده ناس كتير جدا بتبيع مكن بيه بناء على ان ده كويس فخلاص فالمكنه دي كويسه، لكن الحقيقه غير كده خالص. الحقيقه غير كده خالص. في تفاصيل كتير جدا ما يعرفهاش غير المهندسين اللي زيي اللي انا اتكلمت فيها دي. اتمنى اكون فدتكم بالفيديو ده، والسلام عليكم.